أشرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أمس بافتتاح أحد أعظم المشاريع الصحية في تاريخ المملكة، المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط. هذا الصرح الطبي الذي يعتبر نموذجا للحداثة والابتكار يشكل قفزة نوعية في العرض الصحي بالمغرب. لقد أنشئ على مساحة ضخمة، ويضم مستشفى حديثا بطاقة أولية تتعدى 600 سرير، قابلة للزيادة لتبلغ 1000 سرير، إضافة إلى أكثر من 30 قطبا طبيا وجراحيا متخصصا. وبهذه البنية تتوفر خدمات طبية متقدمة تشمل جراحة الأعصاب، الأورام، أمراض القلب، التصوير الطبي الدقيق، وغرف عمليات روبوتية، كلها وفق معايير دولية، ولأول مرة على هذا المستوى في المغرب. وليس الهدف مجرد تقديم علاج أفضل، بل أيضا تكوين الموارد البشرية لقطاع الصحة. فالمركب يتضمن جامعة متخصصة في العلوم والصحة تهيئ أطباء وممرضين ومهنيي صحة من الجيل الجديد لتحديث المنظومة الصحية وتعزيز العدالة في الولوج للرعاية الصحية. في افتتاحه أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لتدشين هذا الصرح حسب أعلى المعايير، مؤكدا أن الرعاية الصحية الجيدة هي حق لكل مواطن. بهذا المشروع يرسخ المغرب خيارا استراتيجيا: الانطلاق نحو عصر الطب الذكي والبنيات الصحية المتطورة، وتجسيد رؤية ملكية متميزة. إنه ليس مجرد مستشفى، بل مطلب وطني وتجسيد لرغبة في وطن ينعم فيه كل إنسان بخدمات صحية راقية من الرباط إلى أصغر بلدة. وختاما، لن يكون هذا المشروع نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة في الصحة بالمغرب، عنوانها الجودة والابتكار والعدالة في الولوج إلى العلاج. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.